السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. انا اليوم فرحانه كنشارك معكم هاد الكيكه. كيكه غرقانه في الصوص ديال الشكلاط كيف تشوفوا، كتجي رائعه. كيكه بحجم عائلي، اقتصاديه، والاهم كتجي لذيذه بزاف، رطبه وخفيفه. الصراحه كتبقى مده طويله محافظه على الطراوه ديالها. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وخليوا لي البصمه ديالكم والتعاليقكم زوينه. يا سلام يا سلام على هاد الكيكه، الصراحه كتشهي بهاد الصوص وبهاد الخفه اللي فيها وبهاد الطراوه ديالها. ما تشبعوش منها. انا كنفضلها مع القهوه تكون بالحليب. وانتم شنو كتفضلوا، القهوه ولا اتاي؟ المهم كتبوا لي في التعاليق شنو كتفضلوا. وخليكم معايا اخواتي حتى الاخير ديال الفيديو تشوفوا معايا كيفاش حضرت هاد الكيكه. بسم الله على بركه الله. هادو هما المكونات ديال الكيك ديالنا اخواتي. عندي 3 البيضات، عندي كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر، كاس الا ربع ديال الزيت. غنحتاج كاكاو المور مقدار معلقه ونص، من الافضل تكون من نوع مزيانه باش يجي الكيك ديالنا بنين. غنحتاج معلقه ديال الخل، غنحتاج 3 الكؤوس ديال الطحين، وغنحتاج 2 خمارات وفانيليا وحده وشويه ديال الملحه لتصحيح الذوق. وصافي هادو هما المكونات ديال الكيك ديالنا. وصافي كنبداو في البول، كنديروا البيض مع السكر والفاني. غنطربهم مزيان بالطراب اليدوي ولا بالطراب الكهربائي على حسب اللي بغيتو. حتى يذوب السكر، يتغير شويه اللون ديال البيض، عاد كنضيف المكونات اللي بقاو. وهنايا كنضيف كاس ديال الحليب وكاس الا ربع ديال الزيت، ومع التحريك المستمر. وكنضيف الطحين شويه بشويه. كيف قلت لكم درت 3 الكؤوس ديال الطحين، العبار بكاس ديال العنبه اللي كيهز 100 غرام ديال الطحين، مع 2 خمارات. بالنسبه للطحين غربلته من قبل. ونضيف معلقه ونص كبيره من الكاكاو المور. عندي هذا الكاكاو من نوع المزيانه، البنه ديالها زوينه وحتى اللون ديالها كيف تشوفوا قهوي، ماشي بحال ديك الكاكاو اللي كتكون كحله بزاف. ونضيف معلقه صغيره من الخل. كيف تعرفوا اخواتي الخل كيعطي واحد الهشاشه رائعه للكيك. وصافي حتى نتحصلوا على هذا القوام ديال الخليط، ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل. وعندي هاد المول ديال الزاج كيف تشوفوا كندهنوه بالزبده، وندير فيه الكيك ديالي وندخلوه الفران يطيب. بالنسبه للفران اخواتي ما سخنتوش، ندخلوا الكيك للفران بارد. كنديروه لتحت على الحراره 180 درجه. صافي غير يطيب الكيك ديالي نخرجوه. كنخليه حتى كيبرد وكنتقبوه بهذه الطريقه ونحيدوه على جنب. دابا نوجدوا الصوص الشكلاط اللي غنسقيو به الكيك ديالنا. عندي كريم باتيسير ندير منه 2 معالق كبار عامرين. تقدروا ديروا مايزينا، صراحه انا بعض المرات كندير مايزينا. اليوم ما عنديش مايزينا، درت كريم باتيسير حتى هو كيجي رائع. كيف قلت لكم 2 معالق كبار عامرين. السكر على حسب الذوق، درت غير 3 معالق.